السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نهاركم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الأكلة دي؟ ما شاء الله، محب الكباب ومحب البتنجان يجتمعون. أكلة ما شاء الله جامعة بين الاتنين، حاجة كده ايه، اللهم بارك. بربع كيلو مفروم، هنعملها تكفي وتوفي ويجعل بين ايديكوا يا رب الخير كله يا رب. هنسمي الله ونصلي على الرسول، مليون صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا بطاطسايه كده بشرتها وصفيتها جامد من الميه بتاعها، ومعايا عود شبت على بقدونس، ومعايا بصلايه مبشوره، ومعايا قطعه ليا مبشوره مع اللحمه، ومعايا هنا البهارات يا حبايبي، حبهان على لورا مطحونين، ملح وفلفل اسود وقرفه وجنزبيل. عايزه تضيفي وكزبره ناشفه، عايزه تضيفي كمان توم باودر وبصل باودر براحتك. بس جربي المقادير البسيطه دي فيها ما شاء الله اللهم بارك. الربع كيلو المفروم هيتحول معاكي ما شاء الله اكتر من نص كيلو، وهو تشوفي ما شاء الله. احاول بس ايه انعمها ضربه كده في الكبه، يعني ايه، ضربة واحدة كده بس، بحيث ايه, اتوه فيها البطاطس كده بايه، بعود الخضرة بالبصل اللي حطيناه. وطبعا ايه لو ما عندكيش اللية، حطي معلقتين زيت فيها كده ايه انها تطريها وتنعمها معاكي. ما شاء الله اللهم بارك يا حبايبي. جربي البصل المبشورة دي لو ما جربتهاش، فيها جميلة وما شاء الله ما بتبانش فيها خالص. بتديكي البطاطس طبعا كلنا عارفين انها قيمة غذائية، بتديكي طراوة كده في الكباب معانا ما شاء الله اللهم بارك. ولا الريحة بقى ما اقولكوش، البهارات دي ترجع لك انت. يا بس اللي ضفته كزبرة وجنزبيل واللهم صل على النبي، واللهم صل على سيدنا محمد، وقرفة وفلفل اسود وملح، حبهان على لورا مطحونين. بتضيع اي ريحة زفرة معاكي وبتدي طعم وريحة اللهم بارك. هي كان ناقصها بس قطعة فحم للأمانة ويبقى ولا أحسن كباب. يعني لغاية كده ممكن تمشيها، بس انت تسويها في الطاسة كده تعملي منها أحلى كباب. وممكن بقى ان انت تعمليها ايه، تزودي بقى كمان وتعملي منها وجبة كاملة كده. شوفوا حبايبي بوريكم البتنجان، اللهم صل على سيدنا محمد، رشيت عليه شوية ملح وسبته اما نزل المية السمرة بتاعه كلها، قمت جاية شطفاه منه. شوفي ما شاء الله، رجع تاني بقى ابيض زي الفل اهو. في نفس الوقت كده بقى بالطريقة دي ما يشربش معاكي زيت خالص، ترش عليه الملح من غير مية، هو يقوم منزل المية بتاعته. مش تنقعيه في المية بملح، لا، حاولي كده ان انت تجربي الطريقة دي، هيبقى معاكي جميل اللهم بارك. شوفوا حبايبي، حاولتش اقلبه ولا اجي يمته ولا ما ايه، خد لون معانا كده. اقلي بقى كل الكمية معايا بنفس الطريقة دي، هسيبه ياخد اللون من تحت واقوم جاية ايه قلباه. بكده بتبقى ايه البتنجانية صلبة نفسها معاكي كده وما تتهريش. يا ريت لو وصلتم لغاية هنا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم حبايبي يا رب، ان شاء الله تعملوها كده وتعجبكم، وتبقى وصفة سهلة كده وسريعة عليكم. قالت كده البتنجان بقى ايه، ننزل بقى كده بالكباب معانا يا حبايبي. طاسة سخنة ويا دوبك معلقة زيت واحدة، لازم ايه يديك الصوت الجميل ده. بحاول كده انزل باللحمه في ايه، في المكان اللي فيه الزيت، عشان ما ايه تاخد صدمه معايا على طول، ما تنزلش ميه. لازم طبعا يا حبايبي كلكم شاطرين، تنزل على طاسه سخنه. ما شاء الله ربع كيلو هيديك كميه ما شاء الله اللهم بارك. ضعفنا الكميه بقى وبقى الطعم وريحه اللهم بارك يا حبايبي. جربي مش هتندمي ان شاء الله. ربنا يسعدكم وتعملوا الحلو كله والخير كله لحبايبكم يا رب. محاولتش احط فيها معلقه ازاي، دحرجتها كده في الطاسه بحيث ايه اتاكد انها خدت صدمه من تحت قبل ما احط فيها المعلقه. شوفي ما شاء الله اللهم بارك، عشان ايه ما تنزلش ولا نقطه ميه. لازم زي ما قلتلك الطاسه تبقى سخنه. شوفي ما شاء الله الطاسه جميله ازاي ولا فيها نقطه ميه، بكده بتبقى طريه معاكي. شوفي بقى هنا يا حبايبي، على ما اتعملت حطيت معاها طماطميتين وقرن فلفل وفصين ثوم مفرومين، وقرن فلفل احمر كده برضو مفروم، وفلفل اخضر برضو مفروم. ما شاء الله على الروايح، يا ريتكم معايا وتشموا الروايح الجميله دي.
كده يا حبايبي بيديكي ما شاء الله طعم وريحة وقيمة غذائية اللهم بارك. جربي مش هتندمي. ولو حابة تضيفي كمان بصلاية متقطعة اديها تشويحة كده مع الكباب، برضو هتبقى جميل. بس انا استكفيت بالبصلة اللي في قلب الكباب ذات نفسه. انزل بقى كده بالبتنجانة اللي احنا قلينا سوا اللهم بارك، بقى اداكي قيمة ووجبة غذائية كاملة اللهم بارك. وما شاء الله ضاعف معاكي الكمية. والبتنجان طبعا كله معشوق الجماهير، يعني كلنا بنحبه. شوفوا حبايبي خد غلوة اهوت ما شاء الله اللهم بارك. اوطي عليه بقى كمان 5 دقايق كده. كل حاجة مستوية طبعا، هي كله يتشرب من طعم بعضه كده. شوفوا الجمال. والطماطمية اللي حطيناها ادته صوص جميل ازاي. غمسيها بعيش بقى تاكليها جنب رز. الف هنا وشفا يا حبايبي، وتعملوا الحلو كله ويملى بيوتكم خير وستر ورضا وراحة بال من الرحمن. اللهم امين يا رب. وينجح اولادنا ويشفي مرضهم. شوفوا الجمال، سقسقنا كده الرغيف، شايفين الجمال. غرفت اهو يا حبايبي. نعمل كده لفلوف كده اللهم بارك. ولا الصوص بقى المسكر. جودي ما كانتش بتحبها ابدا، ولا هي ولا البتنجان. لما غيرتها الطريقه بقى ما تاكلش المسقعه، حبت قوي الطريقه دي. يا رب يا حبايبي الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.